أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذا أبرز عنوانها: الملك محمد السادس يزور مستشفى مراكش ويتبرع بالدم للمصابين في الزلزال. قبل الخوض في التفاصيل، رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك لتتوصلوا بجديد الأخبار المغربية. إليكم التفاصيل. قام الملك محمد السادس بزيارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث تفقد جلالته حالة المصابين ضحايا الزلزال الأليم الذي وقع يوم الجمعة 8 شتنبر وخلف خسائر بشرية ومادية هامة في العديد من جهات المملكة. وبهذه المناسبة تفضل الملك فتبرع بالدم، وهي التفاتة كريمة تجسد العناية الملكية السامية وتعبر عن تضامن جلالته الكامل وعطفه على الضحايا والعائلات المكلومة. كما تجسد زيارة الملك للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس العناية الملكية السامية التي يحيط بها جلالته ضحايا زلزال الحوز، وتكرس التكافل القائم بين جلالة الملك وشعبه في السراء وفي الضراء، بما يمكن للمملكة من تجاوز الأزمات والتطلع إلى المستقبل بإقدام وعزم. وتأتي هذه المبادرة الملكية التي تشكل دعما معنويا كبيرا للمصابين ودويهم، لتعزز مختلف المبادرات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لإنقاذ ومساعدة ومواكبة ضحايا الزلزال. وهكذا قام الملك بزيارة مصلحتي الإنعاش واستشفاء ضحايا الزلزال، حيث استفسر جلالته عن الحالة الصحية للأشخاص المصابين، وكذا عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية المعبأة